اذا كانت ممكن في هذا الماتش هذه هو الماتش بحد ذاته، لان بحال هاد الوديات مزيان كينفعونا. قبل كنا كنديروا اخطاء، كنا كنلعبوا مع فراقي ماشي في افريقيا، افراقي في اوروبا ولا في الخليج. ملي كنرجعوا للاصل اللي هي الادغال الافريقيه كنلقاو واحد الفرق اللي هو شاسع بزاف. وبان الفرق اليوم خصوصا في هذا الماتش، لانه فرق كبير ما بين المنتخب ديال قطر والمنتخب ديال اليوم. لاعبي اليوم كيعتق المنتخب واحد الهزيمه اللي محققه. يمكن كانت الكوت ديفوار تستاهل. الكوت ديفوار اليوم ما كانش حاضره لا تقنيا لا بدنيا، والكره ديال عطيه الله يمكن خير. الملاحظه اللي ممكن نخرجوا بها اليوم هو ان الثنائيه ديال حارث ولا أناحي فاشل. كاع الاسيستات اللي عطاو اليوم تقريبا جيت ل 70% خاطئين، اما قطع الكره فما نهضروش عليه. الغياب ديال امرابط اليوم عطانا واحد الثقبه كبيره في المنتخب. يمكن المدرب بغى يعوض بالمزراوي، ولكن بصراحه البوست قاس عليه بزاف. احسن حاجه ممكن خرج بها المزراوي اليوم بانه خرج بصحته موقع ليه. بغينا نكذبوا على راسنا بانه كاين شي واحد اللي ممكن يعوض امرابط، لكن اليوم تبت العكس. علاش قلنا هادشي؟ لان تقريبا 80% ديال الثنائيات اللي كانت اليوم فكاع خسرناهم جميعا. هذه القاعده ديال لافريك ما باغاش واحد يكون مثالي. يمكن خاصك واحد 11 واحد تقريب على الامراض، لان القوه البدنيه والشخصيه ديال الامراض هي اللي صالحه في لافريك، وخصوصا تخرج العين، لانه لا يعقل لاعب ضعيف بدنيا غادي يواجه لي اللعابه ديال كوت ديفوار. عرفتي الملاحظه اليوم راه القصير تقريبا اللي في كوت ديفوار اليوم عنده 185. على العموم فكنحتارموا اليوم الركراكي والتاكتيك باش لعبوا حتى الاختيارات ديالو واللاعبين اللي اختار، واللي كنحتارموا عليه اكثر هو الاختيار ديالو ديال كوت ديفوار، خصوصا ان كوت ديفوار هو البلد المنظم. لعبتي معاه وامام الجمهور ديالو وانت لاعب بلعابه ناقصين، فكيبقى درس مهم. حاجه وحده اللي خصو يفهمها الركراكي بان الفرص اللي ضيعت كوت ديفوار راه الا جا واحد مصر فما غيسكلوكش.